السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة إن شاء الله في فيديو جديد هنتكلم فيه عن الهاير اوردر فانكشن وأهميته وإزاي بنستخدمه أو إيه الفكرة بتاعته، ودوت من ضمن الأسئلة اللي بتتسأل فيها في الانترفيو. طيب، الهاير اوردر فانكشن عشان نبدأ نقول إن ديت هاير اوردر، نبدأ إن في 4 شروط لازم يتحققوا عندي عشان نقدر نقول دوت. حلو. طيب، الشرط الاول ان احنا نقدر ان احنا ناساين الفانكشن لفاريبل. يعني ايه الكلام دوت؟ زي المثال اللي قدامك ده كده بالظبط، ان انا عملت هنا فاريبل اسمه كونست، او الكونست بتاعي از اساين فانكشن. زي ما احنا شايفين الراجل ده بيريتيرن فانكشن، فمعنى كده ان انا قدرت اساين فانكشن لفاريبل. فده اول مثال عندي، او ده اول شرط عندي لازم يتحقق. الشرط التاني ان احنا نقدر نستخدم الفانكشن في الارجيومنت. يعني ايه الكلام دوت؟ يعني انا بدل ما كنت ببعت مثلا في الارجيومنت بتاعت الفانكشن 10 او 20 او احمد او مي او ايا كان، انا ببعت داتا تايب صريحه. لا، انا اقدر ابعت في الارجيومنت بتاعتي فانكشن. فاللي احنا بنتكلم فيه دوت زي المثال اللي موجود على اليمين. احنا عندنا في فانكشن، الفانكشن دي اسمها is use func. الفانك دي بتريتيرن فانكشن. طيب، الشكل اللي احنا شايفينه قدامنا ده احنا بنسميه كول باك، ان انا ببعت الفانكشن في الارجيومنت از كول باك جوه الفانكشن اللي اسمها as use func ديت. طيب، الجزء الثاني اللي هو اللي مكتوب فيه فانك، الفانكشن بتاعتي ريتيرن فانك اللي هي بتريتيرن 5. الفانكشن دي هي شغاله لوحدها، او بمعنى اصح كده ترتيبها في الكود هي التاني، ولكن هي عشان تبدا ان احنا نشغلها لازم نقول الفانكشن اللي هي اسمها is use func ديت، عشان احنا باعتينها في الارجيومنت. انا باكلها لما ببعتها للراجل اللي اسمه as use function دوت. طيب، فدي تاني جزئيه. طيب، الشرط الثالث ان احنا نقدر نريتيرن الفانكشن لفانكشن تانية، او يعني نريتيرن الفانكشن جوه فانكشن. طب ما تيجي كده نشوف الكلام دوت زي المثال اللي احنا شايفينه ده. الشكل اللي احنا شايفينه دوت احنا ممكن نكون مستغربين شويه، ان ازاي في فانكشن اسمها نم انا بريتيرن جواها فانكشن تانية. اصلا الموضوع لما تيجي تكول الفانكشن اللي جوه ده هتكولها ازاي؟ طيب، دي بنسميها الكارينج فانكشن او التشين فانكشن. دي ممكن نبقى نتكلم عليها في فيديو تاني. بس هي الفكره كلها ان احنا عايزين نشوف الشكل اللي قدامنا ده هو بيحقق الهاير اوردر فانكشن اللي احنا شايفينه قدامنا ده، او اللي احنا بنتكلم عليه النهارده. ان انا عندي فانكشن جواها في ريتيرن الفانكشن تانية. حلو. طيب، الشرط الرابع وهو ان انا اقدر اساين الفانكشن بتاعتي جوه اوبجكت. وده احنا ممكن نخليه او نتكلم عليه كده، نقول ان دي بتبقى ميثود جوه الاوبجكت، او دي احنا بنقدر ان احنا نعمل بروبرتي من ضمن البروبرتيز اللي موجوده جوه الاوبجكت على هيئه فانكشن، زي المثال اللي موجود على اليمين ده بالظبط. ان انا قدرت اخلي الايد ديت هي مش بروبرتي بتساوي اكله ثابته، لا، هي بتساوي مثلا وليكن فانكشن، والفانكشن دي بتعمل اي حاجه تانية. فانا هنا قدرت ان انا اساين الفانكشن بتاعتي ديت اللي اسمها ايت كبروبرتي جوه الاوبجكت، ودي بيكون الشرط الرابع. وبكده احنا نكون عرفنا ازاي احنا نقدر نقول ان دي هاير اوردر فانكشن، او دي الاشكال بتاعته. طيب، ما تيجي كده نشوف الحاجات دي احنا معانا او ظهرت معانا في ايه، او ايه الامثله اللي عليه. تعالى كده نشوف المثال اللي على الشمال اللي ظاهر ده. انا عندي اري فيه شويه ارقام، قدرت ان انا اعمل عليه الماب، اعمل عليه فلتر، قدرت اعمل عليه فور اتش. الثلاث حاجات دول هم ثلاث امثله بيمثلوا الهاير اوردر فانكشن. ليه؟ لان انا عندي الماب هنا انا ببعت لها فيه كول باك فانكشن، او انا ببعت لها فانكشن جوه الفانكشن دي بتريتيرن حاجه وليكن. فانا قدرت انفذ هنا الكونسبت بتاع الهاير اوردر. نفس الفكره على الفلتر. الفلتر برضه انا قدرت ان انا ابعت لها فانكشن، والفانكشن دي بتريتيرن داتا معينه. برضه نفس الفكره على الفور اتش. فهي الفكره كلها بتندرج تحت احنا حققنا الشرط ده، فدي ساعتها نقدر نقول ان هي هاير اوردر فانكشن. زي ايه برضو؟ احنا عندنا في امثله تانية زي في الدوم الاد ايفنت ليسنر بتاعنا. ان انت الاد ايفنت ليسنر انت بتديله الكليك وبتديله فانكشن، فهي نفس الفكره برضو، هو ده هاير اوردر فانكشن. فاحنا نقدر نطبق عليه الكونسبت دوت، او ان هو زي ما احنا قلنا هاير اوردر. طيب، انا اقدر الوب على الاري بشكل تاني. اقدر الوب عليه طبعا بالطريقه اللي احنا عارفينها، اللي هي الطريقه بتاعه الفور العاديه، وبديله الاندكس بتاعي واللينس بتاعي والانكريمنت بتاعي قد ايه والكلام ده كله. طيب، هي الفكره كلها ان ممكن يكون الموضوع ده ملوش علاقه بدرس النهارده، ولكن فيها جزئيه مهمه كده محتاجين نتكلم فيها.
ان احنا عندنا الجزء اللي على الشمال اللي هو الماب والفلتر والفور اتش ان احنا بنسميهم الديكلاريتيف، دول الديكلاريتيف بتوعنا، واللي على اليمين ده بنسميه الامبريتيف. ايه الفرق ما بين الاتنين، او انا هيفرق معايا المصطلحات في ايه؟ ولكن كده احنا خلينا نفرق ما بين الاتنين في جزئية صغيرة الأول وبعد كده نبدأ نتناقش فيه. احنا لو جينا بصينا احنا طبعا شكل الكود بالنسبة للديكلاريتيف أسهل بكتير، وطريقة كتابته زي ما بيقولوا ريدابل كده، إن هي سهلة تتقري على عكس الامبريتيف. طيب احنا لو جينا بصينا هنا هنلاقي ان الديكلاريتيف طبعا شكله ابسط بكتير في طريقه كتابه الكود بتاعه على عكس الامبريتيف. طب ايه الفكره التانية او ايه اللي ممكن يميزه؟ ان احنا في الديكلاريتيف انت بتطلب منه الحاجه اللي انت عايزها بس. يعني بص احنا هنا كده لو احنا جينا بصينا كده في المثال ده تاني، بص ده الديكلاريتيف مثلا والامبريتيف. انت هنا ده الاري بتاعك، انت بتطلب منه حاجه معينه، انا عايز منك الاري ده، يعني انت هتعدي على الاري ده اري وترجع لي الاري بتاعي اللي انا عايزه. انا بقى ولا طلبت منك انا عايزك تبدا منين ولا تبدا بعد قد ايه ولا تعمل كل الكلام ده كله. على عكس مين؟ على عكس الجزء التاني، على عكس الجزء التاني اللي هو ان انا هنا في الامبريتيف بروح ادي الاندكس بتاعي او المكان اللي انا هبدا منه. الجزء التاني ان انا بروح اتكلم او بقول له ان انا عايز اللينس بتاعك قد ايه. فهنا انا ببدا ان انا احط له شروط عشان يبدا يتحرك فيها او يبدا يتنقل عشان في الاخر ان هو يطلع لي نفس الريزلت. فدي الفكره كلها ما بين الاثنين او الفرق ما بين الاثنين. طيب احنا عرفنا هنا الطريقه بتاعه الكود والطريقه بتاعه الكلام ده كله. طيب خلينا نقول ان احنا لو مثلنا الكلام دوت على اساس فايت زي ما احنا شايفين كده بالنسبه للبرفورمانس، وقلنا ان الراجل لابس احمر ده هو الديكلاريتيف والراجل اللي لابس رصاصي ده هو الامبريتيف، وعملنا فايت ما بينهم الاثنين من ناحيه البرفورمانس. هنلاقي ان احنا ان الراجل اللي هو بالاحمر ده هو اللي هيكون افضل في ناحيه البرفورمانس. ليه؟ لان الراجل ده باستفاضه كده بيرجع لك او باختصار كده بيرجع لك الحاجه اللي انت عايزها على طول. ولكن الامبريتيف بياخد وقت، غير ان هو اصلا ما بيكونش او بياخد وقت عقبال ما يقرا الكود بتاعك. فهنا احنا خلينا نقول كده ان الراجل اللي هو لابس احمر ده للاسف هو اللي هيكون، او مش للاسف، هو ده الافضل في حته البرفورمانس بتاعتي، لان هو هيكون افضل بكتير في ان هو هيكون سهل كتابته، سهل قرايته للكود، سهل الريتيرن بتاعه، كل حاجه فيه من ناحيه البرفورمانس، فهو يكون الكسبان معانا في حته البرفورمانس بتاعتنا. فده بيكون افضل لينا بكتير. تنساش لو الفيديو عجبك تعمل لايك وشير وعشان تقدر تفيد عدد كبير من الناس، وما تنساش تصلي على النبي في كومنت كده وتكتب لنا كومنت جميل تقول لنا رأيك في الفيديو ايه. السلام عليكم.